إلى كل من شعر بالغربة وهو وسط أهله ووطنه، وإلى كل من شعر بأزمة هوية حقيقية وملقاش حد يسمعه. بحكي لكم النهاردة قصة عيسى أو خوسيه الكويتي أو الفلبيني اللي اتعرف على مبادئ المسيحية والبوذية وأخيرا الإسلام. إليكم كتاب ساق البامبو لسعاد السنوسي. ايه شغلانه ده؟ تعالوا نشوف الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر رحب بكم. انا مروه خالد، يلا نبدا. سنه 2012 في الكويت اتنشرت روايه واللي كانت بتمثل عمل روائي جريء جدا، كان بيناقش فكره ازمه الهويه من حيث الجنسيه ومن حيث الدين، كمان كان بيناقش ازمه العماله الفلبينيه في الكويت. بالمناسبه الروايه دي كمان اترجمت للغات كتير جدا واتقدمت سنه 2016 كعمل تلفزيوني في الكويت، والرواية هي دي ساق البامبو لسعاد السنوسي. الرواية دي بتتقسم ل6 مراحل بنتعرف من خلالهم على عيسى أو خوسيه، وبنبدأ بأول مرحلة وهي عيسى قبل الميلاد. القصة بتبدأ مع جوزفين أم عيسى، واللي كانت أسرتها بسيطة وحياتهم المادية وحشة جدا. للأسف أبوها قرر إن هو يشغل أختها أيدا، أختها الكبيرة، في أعمال غير قانونية وغير أخلاقية، اللي للأسف وصلت بيها إن هي خلفت بنتها ميرلا، بنتها الوحيدة. وطبعا الأب بعد ما أيدا خلفت ميرلا كانش ينفع ان هي تكمل في الموضوع ده، عشان كده قرر ان هو يتجه لمين؟ لجوزفين. بس جوزفين كانت شخصيتها مختلفه شويه، كانت بتحب المذاكره وشخصيتها مختلفه، عشان كده قررت ان هي تهرب من المصير الاسود ده وان هي تسافر تشتغل ضمن العماله الفلبينيه في الكويت. جوزفين لما سافرت للكويت سافرت لبيئه ما تعرفش عنها اي حاجه ولا مكان تعرف عنه اي حاجه. اشتغلت خادمه في بيت عيله الطروف. البيت ده كانت بتسكنه ارمله الطروف، وهي غنيمه اللي عندها 50 سنه وابنها الوحيد و3 بنات. معاملتهم كانت وحشه جدا لجوزفين ما عدا الولد الوحيد راشد، الاخر ولد او اخر ذكر في عيله الطروف. راشد كان دايما بيتكلم معاها ويناقشها في افكاره السياسيه واي افكار كانت عنده اللي المجتمع في الوقت ده كان رافضها. هي كانت بتسمع له وكانت بتحب تسمع كلامه جدا، لحد ما جه الوقت وقال لها ان هو عايز يتجوزها بس في السر. وفعلا اتجوزوا، وبعد فتره حملت جوزفين في عيسى بطل قصتنا، اللي اتقابل بالرفض من حتى وهو لسه جنين من غنيمه، اللي لما عرفت الموضوع ده رفضت بشده وقالت لعيسى ان هي لازم يطلقها ويوديها بلدها. بس راشد رفض، اتهمته غنيمه بانه مستهتر وان ازاي حد هيتجوز اخواتك بعد فضيحه زي دي. عزيزي خد بالك، ده مجتمع الجواز فيه بيكون بالعائلات، يعني مش يكفي ان انت تكون عايز البنت دي عشان تتجوزها، في قواعد وقوانين بس اللي حاططها شويه عادات وتقاليد. بس راشد رفض وقرر ياخد جوزفين ويعيش في شقه بسيطه جدا على قد مرتبه لحد ما اتولد عيسى راشد طارق. اخدوا راشد على ايده الغنيمه، يمكن لما تشوفه تحن، لكن للاسف اترفض عيسى وخرج بيه ابوه على ايده وهو شايله، وخرج من السلم الخلفي. ودي ما كانتش اول مره يطرد عيسى من البيت ده. في الوقت ده رجع راشد لبيته حزين واقل في الكلام. كان في الوقت ده اصحابه المقربين غسان ووليد بيستعدوا للسفر، وللاسف الطياره اتخطفت بيهم ووليد مات. الوقت ده كان صعب جدا على راشد، انهار جدا وكان حزين. في الوقت ده اتصلت بيه امه، بس للاسف عشان تواسيه، عشان تقول له النحس هيفضل معاك طول ما انت مع الست دي، طلقها ووديها بلدها، انت ثعبانه. وللاسف راشد بعد ما طلع شهاده ميلاد عيسى سافر جوزفين وعيسى على الفلبين. خلينا متفقين لهنا ان الغلط على الكل وان راشد غلطان. كان لازم طالما انت خدت قرار زي ده تدافع عنه للاخر وتدافع عن الطفل اللي ملوش ذنب. بس هو ده اللي وصلنا ليه، وده بيوصلنا لتاني مرحلة من القصة وهي عيسى بعد الميلاد. رجع جوزفين بعيسى على الفلبين، وهناك بقى ليه اسمين، عيسى وخوسيه أو خوسيه. وزي ما كان ليه اسمين بقى ليه ديانتين، عيسى المسلم زي أبوه اللي نطق الشهادة في ودنه، وفي نفس الوقت مسيحي كاثوليكي لما ودوه الكنيسة. أزمة الهوية بدأت مع عيسى بدري، لأن هو ما كانش ليه وطن واحد ينتمي إليه يحفظ نشيده ويردد ويحس بالانتماء إليه، ولا ليه دين واحد برضه ينتمي إليه، كان متشتت. ودي كانت بداية مأساة عيسى. حتى علاقته بالكنيسة ما كانتش مستمرة، هو يا دوبك تعميده أول ما اتولد واعتراف عمليته المدرسة وهو عنده 9 سنين. جوزفين كانت بتخلي عيسى يقرأ الجوابات اللي كان بيبعتها لهم أبوه، كان بيقول لها فيهم إن هو فاكرهم وإن هو هيفضل متكفل بيهم وهيبعت لهم كل الفلوس اللي هم محتاجينها. وكان بيقول لهم كمان إن للأسف الظروف كانت ضدهم وإن هم اتهوروا جدا في القرار ده، علشان كده هو بدأ إجراءات الطلاق. جوزفين كانت بتحبه وكانت بتبكي لما كانت بتسمع الجوابات دي بصوت ابنها عيسى، لكن للأسف هي كانت عارفة إن دي النهاية الطبيعية لقصتهم. فضل راشد يبعت جوابات لجوزفين، وكان آخر رسالة منه بيقول لها إنه بيتمنى إن جوازها ما يخليهاش تأثر في تربية عيسى، وفي نفس الوقت بيبلغها إن هو كمان هيتجوز واحدة اسمها إيمان. بس بعد الرسالة دي انقطعت كل الجوابات والحوالات اللي كان بيبعتها راشد، وده كان تزامنا مع حرب الخليج الثانية. حتى بعد الحرب ما خلصت
كانش في اي جوابات بتيجي من راشد. جوزيفين خلفت طفل تاني وهو اسمه ادريان، اللي اضطرت بعد الظروف الاقتصاديه اللي هما كانوا فيها وان راشد بطل يبعت حوالات، قررت ان هي تسافر البحرين، هتشتغل برضه هناك وتبعت لهم فلوس. واللي في الوقت ده ادريان مره كله غفل عنه، وللاسف عمل حادثه فقد بسببها عقله بسبب نقص الاكسجين. وبعد ما رجعت جوزيفين الفلبين تاني قال لها اخوها بيدرو ان في راجل اعمال كويتي موجود في الفلبين، وان هما ممكن يسالوه عن راشد، بما ان راشد كان صحفي واحتمال يكون مشهور فممكن يكون عارفه. وفعلا راحوا سالوه. الشخص ده كان اسمه اسماعيل، قال لهم انه فعلا عارف راشد، وان راشد كان معاه في حرب الخليج في فرقه المقاومه اللي للاسف اتاخد اسير في الوقت ده. من اللحظه دي وبقت الكويت ليها نظره مختلفه جدا عندهم، الا ان جوزيفين كانت حاسه ان عيسى هيرجع بلده وهيتحقق وعد راشد لما قال لها ان عيسى هيتربى في بلده. ولما عيسى او خوسيه بقى عنده 12 سنه، ايدا اللي هي اخت جوزيفين قالت لها لازم يروح الكنيسه عشان يعمل مراسم التثبيت. جوزيفين قالت لها مالكيش دعوه بيه، هو كده كده هيجي في وقته وهيسافر الكويت وهناك هيتنق الاسلام زي ديانه والده. جوزيفين كانت لسه محتفظه بوعد راشد بان عيسى هيرجع الكويت، لكن ايدا كانت مصره ان هو لازم يروح، وفعلا خدوه الكنيسه وعمل مراسم التثبيت. ومع انشغال جوزيفين مع ابنها الصغير اللي كانت احتياجاته كتير، عيسى في الوقت ده قرب اكتر لخالته ايدا وبنتها ميرلا اللي كانت اكبر منه بكذا سنه، وكانت هي نافذته على العالم، بس كان بيحبها جدا. رغم ان ميرلا دي كانت شخصيتها غريبه، بتشرب سجاير وماريجوانا، مخدرات يعني، وعصبيه جدا، ومره اتخانقت مع امها وطفشت من البيت وسابته. ويمكن في الجزء ده اللي بنوصل له ان هويه عيسى كانت معقده شويه، ما بين والدته اللي بتقول له انت مسلم وهترجع الكويت تعتنق ديانتك، وما بين خالته ايدا اللي مصره ان هو يروح الكنيسه ويستمر فيها. وده بيوصلنا لثالث مرحله في حياه عيسى، وهي عيسى في التيه الاول. في الوقت ده عيسى بقى عنده 16 سنه، وقرر ان هو لازم يشتغل. اتنقل في شويه شغلانات كده، يعني مثلا بدأ ان هو يشتغل على عربيه موز مع شخص، وهناك اتعرف على شخص اسمه تشانغ. تشانغ ده كان بوذي من اصول صينيه. من خلال تشانغ قدر عيسى ان هو يتعرف على البوذيه وعلى تعاليم بوذا، وخدوا مره كمان معاه على المعبد بتاع بوذا. وكأن عيسى مصر انه يعقد هويته الدينيه اكتر واكتر. بعد كده تشانغ جاب له وظيفه في مركز تدليك صيني، واللي اتنقل من بعده ان هو اشتغل في منتجع سياحي. في المنتجع ده شاف مجموعة من الشباب الكويتي، واللي كانوا شباب مجانين كده شوية، يعني عمالين يعزفوا ويرقصوا ويشربوا ويغنوا، حبهم جدا وتصاحبوا الفترة دي. ولما كانوا ماشيين واحد منهم قال له انت قلت لنا ان انت اسمك عيسى وان انت كويتي، لو فعلا الكلام ده صح لما تيجي ما تجيش وانت كده، او بمعنى اصح ما تجيش افضل. وبعد فترة بدأت الكويت تنادي عيسى، وكأن ما تريده بشدة يريدك بشدة. ايه جو التنمية البشرية دي؟ مش شغالة معانا أصلا، مش شغالة. المهم اتصل غسان اللي هو صديق راشد بجوزيفين، وبيبلغها ان راشد مات في الأسر، وان هو متكفل بعيسى لأي حاجة يعوزها، وان لو عيسى عايز يرجع الكويت هو يتكفل بيه. وفعلا عيسى وافق، وبعد 6 شهور استلم عيسى جواز السفر، وفعلا رجع على الكويت. بس قبل ما يرجع عمل زيارة أخيرة لمعبد بوذا، وكان لابس الصليب اللي جابته له خالته أيضا. وده بيخلينا نوصل لمرحلة جديدة في حياة عيسى، وهي عيسى في التيه التاني. وصل عيسى في مطار الكويت، كان واقف في طابور الجوازات علشان يقدم، لسه هيطلع كده الجواز من جيبه ويطلعه. راح ضابط الجوازات زعق فيه وقال له الطابور ده للكويتيين، روح للطابور التاني الخاص بالفلبينيين والجنسيات التانية. وحتى ما ادهوش فرصة ان هو يطلع جواز السفر ويقول له انا كويتي. طلع وقابل الغسال، لقى حتى البلد كانت في حالة حداد والاعلام منكسة، ده لان امير البلاد في الوقت ده كان توفى. وده عقد موضوع مقابلة عيسى بعيلته، لان غنيمة او الجدة هتشوف ان هو وش نحس زي امه جاي في حالة حداد في البلد يعني. وده خلى عيسى يقعد عند غسان شوية، اللي عرفه وقرب له اكتر وحس ان هو زي والده وحبه جدا وعلاقتهم قوية، الى ان جاءت الزيارة للجدة غنيمة. وفعلا جت الزيارة، وراح غسان ومعاه عيسى، وسابوا شوية في العربية ودخل هو. كان عيسى خايف لا تكون كرهاه، هي ست تحبها وتعملها بصراحة. المهم دخل غسان، وكان عيسى قاعد في العربية سمع صوت الأذان، كان أول مرة يسمعه في الكويت. حس عيسى بشعور غريب أول مرة يحسه، كلماته كانت قريبة منه شوية، هو ما كانش فاهم حاجة لأنه ما بيعرفش عربي، بس حس بشعور غريب. هو ده نفس النداء اللي قاله له والده راشد في ودنه أول ما اتولد. المهم خرج غسان، وكانت على وشه علامات خيبة الأمل شايلة جبل خرج غسان قال له هنحاول مرة تانية. غنيمة رفضته للمرة التانية خوفا من كلام الناس،
لان سلطه المجتمع كانت عندهم كبيره قوي. يعني لو فكرنا فيها السلطه دي خلت غنيمه ترفض حفيدها الذكر، هما طبعا بيحبوا الولاد والقصص دي، وكمان حفيدها لابنها اللي هو كان اخر ذكر في العيله. وطبعا هما في مجتمع، وده مش مجتمع، ده في مجتمعات كتير بيميزوا الولاد وبيحبوا الولاد اكتر. فدي ان هي مبادئهم العنصريه دي ما تقدرش تصمد قدام المجتمع ومعاييره، من حيث ان هو عشان ابن فلبينيه وكده. والله يعني وجهة نظرهم غريبة، مش مفهومين بصراحة. غسان كمان حكاله عن خولة أخت عيسى اللي خلفتها مرات أبوه اللي هي إيمان، وكان ساعتها راشد في الأسر. هي كمان ما قابلتش أبوها، بس خولة كانت شخصيتها مختلفة شوية، كانت مثقفة وطالعة زي والدها. كمان كانت هي المدللة عند غنيمة، كانت بتحبها جدا، ما يترفض لهاش أي طلب. بالمناسبة هي هتكون الداعم الأول لعيسى في بيت الطروف. بس في الليلة دي اللي كانت فيها زيارة غسان لغنيمة، غنيمة كانت ليلتها صعبة جدا، كانت عمالة طول الليل تفكر. عيسى راشد الطروف اسم بيجلب الفخر، عيسى ابن الشهيد اسم يخليها تشعر بالفخر فعلا، بس في نفس الوقت وجهه يجلب العار على حد وصفها هي، لأنه ابن الفلبينية. يعني هي الفلبينية دي مش إنسانة يا شيخة، اتقي الله. بس بسبب خولة وزنها على الجدة غنيمة، وافقت الجدة إن عيسى يجيلهم في زيارة تانية. وحصلت زيارة تانية لعيسى لبيت عيلة الطروف، واستقبله هناك خولة اللي كانت مبتسمة وفرحانة بيه جدا، وكمان عمته هند اللي هي عمته الصغيرة، شخصيتها قوية جدا، وعواطف اللي كانت متعاطفة معاه شوية، ونورية الحرباية اللي كانت كرهاه وكانت شايفة ان هو هيمثل عار كبير جدا على الأسرة، وهيقلل من مركزها وسط عيلة جوزها، وانه لازم يرجع الفلبين حالا. بس خولة كانت متمسكة بيه وقالت انا هعلمه عربي وههتم بشؤونه وههتم بكل حاجة وكل تفاصيله. وبعد 3 أيام من الزيارة دي اتصلوا بغسان، قالوا له ان هم موافقين ان عيسى يعيش معاهم. وخولة اتصلت بيه ان هي كانت مبسوطة ان هو يعيش معاهم، بس قالت له ان هم جهزوا له اوضه في ملحق الفيلا، يعني مش في الفيلا نفسها، ملحق كده مكان جنبيها بيسكن فيه الخدم اللي شغالين في القصر. كمان بالاضافه ده غنيمه اصدرت انه ممنوع ان هو يتكلم مع الخدم ولا يقول لهم اي تفاصيل ولا اي حاجه. كمان ان هو هيكون هناك بصفته طباخ جديد لحد ما يشوفوا له صرفه. بجد ليه القسوه والاهانه دي؟ ليه شخص يكون حامل نفس الجنسيه زيكم زيه وبالقانون هو زيكم، لكن للأسف عشان هو وجهه وعشان أمه فلبينية يتعامل بالطريقة دي؟ وفعلا بيروح عيسى وبينفذ كل الكلام اللي قالوا له عليه، وراح دخل أوضته اللي كانت مجهزة وكانت جميلة جدا. كمان عمته هند جابت له تليفون وكانت بتبعت له لبس وبتبعت له فلوس، كانت حاجات كتير جدا. خولة كمان كانت مبسوطة جدا بوجوده، وأخدته أوضة المكتب بتاعة والدهم ووريته صورته. كمان أثناء إقامة عيسى كان ممنوع إن هو ياكل معاهم، كان بياكل مع الخدم في المطبخ. كمان كان ممنوع على خولة إن هي تدخل أوضته بأوامر من غنيمة. يا ست انتي تدري هذا اخوها. والله كان نفسي اكمل كلام بالكتب بس للاسف ما بعرفش. عيسى كان في اغلب الوقت يا اما قاعد في اوضته او بينزل في الحي اللي حواليهم يتمشى كده ويتفرج. وعمته هند اخدته في مره وطلعت له ورق ليثبت ان هو كويتي. هل يا ترى الورق ده هيبقى قادر او عنده القدره ان هو يبقى كويتي في نظر عيله الطروف والمجتمع اللي هم فيه؟ يمكن. لحد ما جه الوقت وغنيمه وافقت ان هو يقعد معاهم وياكل معاهم على نفس السفره. يا على كرم اخلاقك يا حاجه. وفي اول قعده اصرت خولة ان هو يتكلم، ان هو ليه صوت زي صوت والده راشد. واول ما اتكلم من هنا وسمعت غنيمه صوته قعدت تعيط وتقول ده ليه نفس صوت راشد. وده كانت البدايه لدخول قلبها. بعد الاكل قعدوا في الصالون، وكانت الجده غنيمه بتتوجع شويه من وجع في مفاصلها او كده يعني. فراح عيسى قال جاب فوطه ميه دافيه وطلب من خولة شويه زيت، اي زيت مثلا زي زيت زيتون، وبدا ان هو يقولها هيعملها تدليك يعني لركبتها. في الاول غنيمه كانت مكسوفه ومتضايقه شويه، بس بعد كده حبت طريقته جدا في التدليك وانبسطت بيها، وكان ده مصدر السعاده بالنسبه لها. في الجزء ده عيسى بيقول لو كان تدليك ساقيها يقربني اليها لقضيت عمري كله في هذا العمل. يا شيخه ما صعبش عليك كده، صعب عليا والله. وفي مره غسان خد عيسى في زياره لقبر والده، واول ما وصل هناك وقال له بابا انا منبوذ، انا وحيد، العيله كلها رفضاني، وبدا ان هو يبكي بشده. ولما مشي غسان شافه قابض على حاجه في ايده كده، قال له ايه ده؟ قال له ده تراب بابا. بس في الوقت ده اتحسنت علاقه غنيمه بعيسى جدا، وكمان بقى مسموح ليه يدخل اي اوضه، وكمان ان هو يدلك للجده غنيمه رجلها لحد ما جه شهر رمضان.
وهنا عيسى كان لازم يصوم لانه قدامهم هو مسلم. ثانيا هو كان عايز يتعرف على الدين اللي هو بيدين بيه اكتر عن طريق ان هو يمارس شعائره، علشان كده بدأ ان هو يصوم. في الاول كان الامر صعب عليه جدا وكان بيصوم ساعات، ساعة ساعتين 3 5، المهم لحد ما بقى يصوم صيام كامل من ربع يوم. وفي احد ليالي رمضان كانت العيلة كلها متجمعة للسحور ما عدا عيسى طبعا، قاعد في اوضته حزين وعمال يعيط، لحد ما فجأة سمع صوت عمته نورية بتنده عيسى تعالى. ما كانش مصدق نفسه وطلع الطيران يجري، بس اول ما طلع الكل اتفاجئ واتصدم. نورية اتصدمت وتعصبت جدا واتجننت عليه وقالت له خد كانت ماسكه في ايديها يعني اطباق فضه، قالت له خد الاطباق الفضه طلعها بره في العربيه. واول ما طلع عيسى طلعت تجري وراه، شدته من يد القميص وبدات تهزق فيه وتزعق له بطريقه بشعه جدا، وقالت له المره دي طلعتك خادم، المره الجايه جوز عواطف هخليه يذبحك. فقال لها يا عمتي انت اللي ناديتي له. قالت له انا لا عمتك ولا ناديت لك اصلا، انا بنادي ابن عيسى، انا لما هاجي اناديك هناديك يا فلبيني. قاسيه قوي الست دي، اهي اللي اثبتت ان التعابين لها مكان تاني غير الصحراء. دخل عيسى اوضته يعيط قدام الازازه اللي حاطط فيها تراب والده ونام لحد ما صحي على صوت اذان الفجر. في الوقت ده قرر ان هو هيروح المسجد، اتصل بخولة عشان يسالها، هو مش فاهم اي حاجه وعايز يعرف التفاصيل وقال له هو المفروض يعمله، وسالها ان هو عايز يروح المسجد. قالت له روح. قال لها طب هو انا قال لها هو انا محتاج رداء للصلاه زي اللي انتوا بتلبسوه انت وماما غنيمه؟ قالت له لا طبعا ده للسيدات، انت بتروح عادي بلبسك كده، بس اهم حاجه ان انت تكون متوضي. وطبعا هو مش عارف ازاي يتوضا، فالمهم قرر ان هو يستحمى علشان يكون جسديا طاهر. لما راح عيسى المسجد حس باحساس جميل جدا، رغم ان هو ما كانش عارف هو المفروض يصلي ازاي ولا هو يعمل ايه، بس نادى ربنا واتكلم معاه بطريقته. لحد ما قابل هناك شاب في البيئة اسمه ابراهيم سلام، بيشتغل مترجم في السفاره، بالاضافه ان هو منضم الانشطه للتعريف بالدين الاسلامي. اتعرف عيسى عليه وابراهيم بدا ان هو يساعده، اداله اشرطه DVD عليها فيلم الرساله اللي لما اتفرج عليه عيسى حبه جدا واعجب بشخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه. ولما حب عيسى ان هو يبحث اكتر عن الفيلم اكتشف ان المخرج بتاع الفيلم اللي هو اسمه مصطفى العقاد مات قبل ما هو يوصل للكويت بشهرين. هل بقى مات ازاي؟ كان موجود في عمان، مات متأثرا هو وبنته بسبب اصابات من تفجير احد الجماعات الارهابيه للفندق. يعني المخرج اللي عمل فيلم حبب كتير جدا في الاسلام مات على ايد ناس لا تنتمي للاسلام. وده كانت اول مشكله واجهت عيسى، انه ما كانش عارف هل الدين الاسلامي بالصوره اللي شافها في فيلم الرساله ولا بالصوره للناس اللي فجرت الفندق بمخرج الفيلم. طبعا الدين بريء من كل الاشكال دي. وجه العيد، ولما خولة جت علشان تهنئه بالعيد هنأها وكان مبسوط جدا. قالت له مش هتروح تهنئ ماما غنيمه؟ قال لها دلوقتي مسموح لي ان انا اطلع بعد ما كله مشي عشان ما يشوفش وجهي المسبب للعار اليكم. كان حاسس بجرحه وشعور حزين جدا في الفتره دي. قال لها عيسى كل الاديان نجت بالمساواه، تعاليم المسيحيه، تعاليم بوذا، حتى الاسلام، وبدا ان هو يجيب لها استشهاد من كل حاجه منهم. قالت له الموضوع ملوش علاقه بالدين. قالت له ان اعتراف العيله بيه ده هيقلل من قيمه وشأن العيله، هيعملها الناس مزدراء والناس كمان مش هترضى ان هي تناسب منها. لا يا جماعه، يا جريمه. في الكويت لا يكفي ان انت تكون كويتي بالاسم، في تصنيفات وفئات علشان تتجوز منها، وللاسف المبدأ ده مش منتشر في الكويت بس، في اغلب الدول العربيه. المهم سواق البيت بدأ يلاحظ شأن عيسى وبدأ ان هو يتكلم عنه مع زمايله، وبدأ اخبار عيسى تنتشر في الحي وعند الجيران. وده اللي خلى جارتهم ست ام جابر تتصل بغنيمه وتقول لها سمعنا ان انت عندك خاتم فلبيني، عايزينه يجي عندنا في زياره وفي ناس يخدم عندنا. المشكله ان هي ست نمامه وكلامها كتير، واي كلام معاها ينتشر في الحي كله والناس هتعرف اكتر. المهم للاسف غنيمه كانت عايزه تقنع عيسى ان هو يروح لست ام جابر ويخدم ويبقى كده، لحد ما هو زعق وصرخ فيهم وقال لهم انا عيسى راشد الطروف، شئتم ام ابيتم انا هو كده، وما ينفعش تعاملوني بالطريقه دي وبالاسلوب ده. وظهرت الجده وهي بتبكي وعماله تلعن في غسان لان هو السبب في ده كله، وان هو اللي جاب لهم عيسى، وان هو جاب لهم عيسى انتقاما منهم لان هم رفضوا يجوزوه هند. هنا للاسف عيسى حزن جدا لانه حس ان غسان استغله وكان بيرفض يرد على اي اتصالات بتجيله من غسان. وهنا عيسى قرر ان هو هيخلصهم من وجوده وهيطلق سراحه في الكويت علشان نوصل لمرحله جديده في حياه عيسى، وهي عيسى على هامش الوطن. السبب الاساسي اللي خلى عيسى يسيب بيت الطروف ان ايمان والده خولة جات لهم البيت وقالت انها سمعت الكلام اللي قالته ام جابر الله يشيلها، وان هي بتطالب ان خولة تروح تعيش في بيت جدتها لامها. وطبعا الموضوع ده كان حزين جدا بالنسبه لخولة، وحمايه ليها قرر عيسى ان هو يسيب البيت ده علشان خولة تفضل في مكانها وفي نفس الوقت يسكت الولية الحربوقة ام جابر. ودعهم عيسى
كان كلهم حزنانين جدا طبعا خولة، وكمان جدته غنيمة اللي حضنته لأول مرة وكانت حزينة جدا ليه، لدرجة إن هو قال لو كنت أعرف إن رحيلي هيخليني أشوف الحب ده منكم كنت رحلت من زمان. فانت بيصعب عليا بطريقه فظيعه. المهم قرر عيسى ان هو يروح يسكن مع صاحبه ابراهيم سلام، ومن خلاله قدر ان هو يتعرف عن الدين اكتر وكان بيشرح له حاجات. ببساطه عيسى بدا يتلمس طريقه الاول في الايمان بالله وبالاسلام، انه بدا يدرك ان الاديان اعظم من معتنقيها، وان علاقته مع الله مش محتاجه واسطه زي تمثال بوذا مثلا. المهم انتقل للعيش في شقه لوحده وساب ابراهيم سلام. في الوقت ده كانت خولة بتتابعه وكانت حاسه بالذنب جدا، وبعتوله كل محتويات الاوضه وفلوس زياده كمان. بس هو كان حاسس انه وحيد وحاسس بالغربه، وكان بيسال نفسه طب انا ليه جيت الكويت من الاول؟ لحد ما نصحته خولة ان هو يدور على وظيفه من خلالها يقدر يكتشف الكويت اكتر، وفعلا بحث عن وظيفه في مطعم وجبات سريعه. ما قدرش ان هو يحصل على وظيفه اكبر من كده، ده لانه ما كملش تعليمه. كان مخيب لامال خولة اللي كانت شايفه ان اخوها يقدر يعمل حاجات اكبر واعظم من كده بكتير. الشغل قلل شعوره بالوحده، وكمان رجعت علاقته بغسان مره تانية. وفي مره وهو في مدخل العماره بتاعته قابل واحد من الشباب اللي كان قابله قبل كده في الفلبين، اللي هما مجموعه الشباب المجانين دول، واتعرف عليه وعرفهم بنفسه وفكرهم بيه. وبعد فتره قابل الباقيين في ديوانيه احد منهم، واصبحت الديوانيه هي المحطه الرسميه بتاعته، يروح الشغل ويرجع يقعد معاهم لحد ما جه وقت الانتخابات البرلمانيه وبدا الشباب ينشغلوا عنه. لحد ما عيسى عرف مره ان واحده من المرشحين هي هند الطاروق عمته. خولة كانت متحمسه جدا ان هند تفوز، كمان عيسى كان فرحان جدا ومتحمس ان هي تفوز، فمن حماسه كده حكى للشباب وقال لهم ان هي هند الطاروق دي تكون عمته. هنا اتصدموا، حتى كان واحد منهم اسمه جابر قال له عمتك ازاي؟ انا عارف العيله دي كويس. طلع جابر يبقى مين؟ ابن ام جابر الجاره اللي ساكنه جنبيهم. وهنا طبعا عرفنا ان الكويت صغيره جدا، وطبعا عرفنا بسم الله ما شاء الله ان الواد طالع لامه، والخبر انتشر من جابر لام جابر، ومن ام جابر لكل اللي ساكنين في الحي، والفضيحه انتشرت على حد وصفهم، شايفه ان مش فضيحه يعني. والدنيا اتقلبت على عيسى. خولة بتقول له ماما غنيمه عيانه وتعبانه جدا، وكمان خالته نوريه متعصبه ومش طايقاه لدرجه ان هي راحت له البيت وبدات تهدد وشتمته. كان حوارها معاه صعب وقاسي جدا، نفسي امسكها احصرها كده. وقالت له لازم تسيب الكويت، ده كمان قطعوا عنه الفلوس اللي كان بيبعتها له، بس هو كان مكتفي بالفلوس اللي بتجيله من المطعم اللي كان بيشتغل فيه. راحت نوريه تسببت في ان هم طردوه من المطعم، وكده بقى عيسى معهوش اي فلوس. قرر ان هو يسيب الشقه ويرجع يقعد تاني مع ابراهيم سلام. حتى هند خسرت في الانتخابات، وهنا حس عيسى ان الكويت ضاقت بيه وانه مش قادر يكمل، وقرر ان هو يكتب كل حاجه بتحصل له. وكتب وكان بيبعت لخولة اللي كانت مبسوطه جدا باللي هو بيكتبه وشجعته ان هو يكمل. فبدا ان هو يكتب بالفلبيني ويهديها لابراهيم سلام ويترجمها هو بالعربي، علشان نوصل لاخر محطه في رحلتنا النهارده، وهي عيسى الى الوراء يلتفت. عيسى قرر ان هو هيرجع تاني الفلبين، وفي يوم سفره سلم لابراهيم سلام اول فصل من كتابه، وقال له ان هو هيبعت له بقيه الفصول من الفلبين على الايميل. جه الناس كلها تودعه، ودعته هند وودعته خولة، واصحابه المجانين كانوا حاسين بالذنب جدا اتجاهه. وسافر عيسى معاه علم الكويت اللي كان حاطه على الدراجة النارية اللي كان بيسوقها، وإزازة فيها تراب والده. وفي 2011 كان في مباراة في الفلبين بين منتخب الفلبين ومنتخب الكويت، وكانت تبع تصفيات كأس العالم. كان قاعد يتابع المباراة، حس برعشة شديدة واللاعبين بيرددوا نشيد الكويت، وبص على ابنه اللي كان عنده عيون تشبه لعيون خولة. نسيت اقول لكم، عيسى اتجوز ميرلا بنت خالته وخلف راشد عيسى راشد الطاروق. عيسى كان بيتابع مباراة صعبة جدا ما بين منتخبين الاتنين هو بينتمي اليهم، بس ختم معانا الكلام بالتعادل ما بينهم، ووقف الكتاب على كده. بالمناسبة اللي فاز بعد كده في المباراة دي منتخب الكويت. عيسى رغم كل شيء كان متعلق ومحب الوطن، واهل رفضوه، ده حتى سمى ابنه راشد عشان يصر ويؤكد ان هو لسه عيسى راشد الطاروق، ويمكن يكون في امل ان المجتمع يتقبله. ازمه الهويه اللي وقع فيها عيسى ما تستغربهاش، انت نفسك ممكن تكون عديت بمرحله زي دي، وممكن تحس بالغربه في مكان وسط ناس انت اتولدت وسطيهم. مش شرط تكون اتولدت بعيد، لان الغربه والوحده مركزها جواك، لانك مش لاقي اللي يفهمك ولا يشاركك نفس الاهتمامات. ممكن تكون وسط اهلك وناسك لكن تفضل حاسس ان انت غريب. وهنا خلصت حلقتنا. لايك وشير وسبسكرايب بقى والحاجات بتاع اليوتيوبرز دي. باي.